واش ما لاحظتيش بلي كل عام انت هو انت وما قادرش تبدل؟ واخا كل عام كتواعد راسك بلي هذا هو عامك. هذا العام غادي نبدا نتريني، هذا العام غادي نزير راسي في القرايه، هذا العام غنحيد مني الحشمه، هذا العام غادي نجمع راسي. ولكن في النهايه ما كدير حتى حاجه من هذا الشيء وكتبقى انت هو انت. السؤال هو علاش وكيفاش توقع ان الناس كاملين كيعانيوا من نفس المشكل، واخا كلها وحياته وكلها وظروفه. ولكن السؤال الأهم هو كيفاش نخرج من هذه الحلقة الفارغة. هذا الشيء هو اللي غادي نشوفه في هذا الفيديو إن شاء الله. وثق بيا انت قبل ما تشوف هذا الفيديو ما غيكونش هو انت من بعد ما غتشوفه. فخليك حتى نهاية المقطع، خذو كأول تحدي كتغلب عليه في المشوار الجديد ديالك، حيث كل شيء كيبدا بخطوة صغيرة. خلي هذه تكون أول خطوة ليك وخلينا نبداو الفيديو. شوف، ما غاديش نكون قاصح معاك فوق القياس في هذا الفيديو، حيت عارفك درت محاولات. كل ما كنت كدير محاولات ما كنت غتدخل لهذا الفيديو من الاساس، ولا ممكن تكون حطيت اهداف ولكن ما بقيتش كتخدم عليهم حيت كانوا فاغ بزاف، بحال بغيت نولي افضل فاش التنفس مثلا ولا شنو. المهم انا عارفك كدير محاولات ولكن ما كيبانوش نتائج. السبب ماشي حيت الحياه ماشي عادله، واخا هي فعلا ما عادلاش، ولكن السبب هو انك جالس كتسنى الحياه تمشي حسب الاهواء ديالك. ولكن داكشي ما غيكونش. انت هو اللي خاصك تكيف راسك على حساب الاهداف ديالك، وباش ديرها خاصك تبدا بالحاجه الاكثر اهميه اللي هي وقتك. غالبا غتكون توالف تقول ما عنديش الوقت، وهذه حاجه كتضحك. حيتاش كان عندك الوقت تفرج في تيك توك 3 ديال السوايع البارح، كان عندك الوقت تفرج في ديك السيري للمره الرابعه حيتاش تحفه فنيه، كان عندك الوقت تشوف في الحيط وتفكر في كيفاش انه ما بقاش عندك الوقت. بالك فين غادياك؟ عندك ما فيه الكفاية ديال الوقت، غير ما كتعرفش تخدمه. ها انت شوف، عندك 24 ساعة، نقولوا كتنعس 8 ديال السوايع، الخدمة ولا الجامعة كدير لك 8 ديال السوايع، 2 ديال السوايع كدوزهم في الماكلة ومستلزمات الحياة. ها انت غتشهد لك 6 ديال السوايع. دابا سول راسك شنو كدير بهم؟ الا ما قدرتيش تجاوب على هذا السؤال دون تردد فراك لقيت مشكلتك. شوف، حنا عايشين في واحد العصر اللي تقدر تتعلم اي حاجه فابور تقريبا. باغي تبدا شي مشروع غتلقى فيديوهات وشروحات في اليوتيوب على كيفاش تبدا. باغي تطلع فورمه كاع المعلومات اللي غتحتاج غتلقاها في يوتيوب. بغيتي كاع داكشي يكون مخصص ليك استعمل ادوات الذكاء الاصطناعي. باغي تعلم شي مهاره جديده كاين كورسيرا، كاين سكيل شير، كاين حتى تيك توك الا عرفتي كيفاش تستعملو. اذا علاش كتخدم داك التليفون باش تفرج في التفاهات بينما بامكانك تستغل هاد المعرفه كامله اللي كاينه بين يديك؟ التكنولوجيا ماشي هي العدو هنا، انت هو العدو. تليفونك هو أداة، ولكن إلا عاملته كلعبة غيعاملك بحال شي نكتة. ولكن مع ذلك الأداة كتبقى مجرد أداة، وما غتكونش ذات منفعة بلا خطة. الشيء اللي غيدينا للخطوة الجاية اللي هي المنظومات. انك تقول باغي تبدا توفر الفلوس هي حاجة ظريفة، ولكن شنو هي الخطة؟ واش بديتي كدير تتبع المصاريف؟ واش بديت كدير اقتطاعات من الصالير دوز ديريكت لحساب التوفير؟ ولا غير كتسنى البنك دير لك شي مفاجأة عيد ميلاد؟ نفس الشيء كينطبق على الرياضة، التعلم، العلاقات، كل شيء. الأهداف ما عندها حتى معنى بلا منظومات كتدعمها. المنظومات هي اللي غتخليك تبان في لاصال في النهار اللي ما يكونش فيك اللي يتحرك من بلاصتو. هما دوك الامور الممله بحال تحضير الوجبات بالنسبه للاصال، ولا جدول التحضير للامتحانات، ولا خطط توفير المال. هما اللي كيعزلوا الناس اللي غيحققوا اهدافهم من اللي غيبقاو غير كيهضروا على اهدافهم. ومنين رانا هنا خلينا نهضروا على الالتزام البشع، The Ugly Grind، وعلاش خاصك ضروري تتقبله. شوف، اغلب الامور اللي غتخليك تنجح في الحياه راه مزويناش، ممله، مكرره وروتينيه. بحال انك تنظم الفراش في الصباح والجو بارد وانت باقي فيك النعاس باش تمشي تريني، وبحال انك تقول لا لصحابك الا قالوا لك يلا تفرج في ماتش ديال الكلاسيكو باش تمشي تقرا. انك دير مجهود في الوقت اللي حتى واحد ما كيشوف فيك. الالتزام ما خاصوش يبان لك زوين، بل خاصو يبان لك ضروري. وشحال ما تقبلت انه ماشي كل خطوه غتكون ممتعه بسرعه، شحال ما بداو يبانوا لك النتائج بسرعه. دابا تقدر تكون كتفرج في هذا الفيديو وكتصنت لهاد النصائح، ولكن واش كتطبق هذا الشيء؟ واش كلماتك كتنطبق مع افعالك؟ كاينه واحد المقوله كتعجبني غنختم بها هذا الفيديو اللي هي You are what you do, not what you say you'll do.
أفعالك وليس أقوالك ما تحدد من تكون. إلا عجبك هذا المقطع ما تنساش تشترك في القناة، حيت مقطع ورا مقطع الهدف ديما واحد: نبدلو العقلية.